اشنو هي الاحتياطات اللي خصو ياخذ ملي غيمشي ياخذ القرض. اذا اول حاجه تيخص الانسان باش ما يكونش دير فيه واحد البنكه اللي بغات لان تتوقع خصو بعدا اول حاجه خصو يمشي للبنكه مفشش. اول حاجه وما عمرنا ما تمشيو للبنكه مفشين. الا ما تمشيش للبنكه مفشش عارفي راسك غادي دير فيك اللي بغات. وعلى حنا تنمشيو راه مجبرون اخاك لا بطل. انا غادي نشرح لك بحال دابا ملي غادي نكون غادي نشري واحد الدار، وطبعا انا كنحترم الناس هما اللي كياخذوا قرارهم، اللي بغى ياخذ القرض ياخذ، اللي ما بغاش ياخذ ما ياخذش. ولكن ملي كتقتنع وكتقول صافي غادي نمشي غادي ندير، تنقول على الاقل ما يمشيش الانسان مضغوط عليه. مثلا لقيت الدار وخصني دابا القرض، هادي بغيت هادي، هادشي ما غيدير فيك هذاك اللي بغى. واحد جوج نقارن، عندي هاد البنكه نقول لها الله يخليك عطيني العروض، ها شنو بغيت، ها شحال يمكن لي نأدي، ها الضمانات اللي عندي، ها المعطيات كلها، اعطيني عمليه قولي لي شحال تعطيني، شحال نخلص، وشحال غادي يطيح ليا هذا القرض كله. انا منخرط في هذه البنكه ولا لا؟ حيت قلتي نشوف بنكه واحده اخرى، يعني نقدر نمشي عند بنكه واحده اخرى ما منخرطش معاها وتعطيني العروض ديالها. انا خصها هي غير الضمانات، خصها غير حيت هذه معلومه مهمه. ماشي حيت انت في بنكه ما تقدرش تقلب. قديم هادشي شحال هذه، هادشي شحال هذه كنت كتكون في واحد البنكه خص تكون معاهم شحال انت الحساب ديالك. ما كايناش هذه القضيه. لا تعطي لهاد البنكه اللي تهمها قلت لك الضمانات، عندك وثيقه تثبت بانك عندك عمل قار، عندك دخل قار، عندك ضمانات اخرى الا طلبتهم لك، هذا هو اللي تهم. ولكن هذه معلومه مهمه استاذ، اسمح لي. بحال دابا انا مع واحد البنكه ولكن عجبني العرض ديال بنكه اخرى، يعني انا خصني نحول مثلا التحويل البنكي ديالي الشهري لعندهم او لا مثلا او لا عطيتيهم ضمانات اخرى من غير ضمانات اخرى تيمكن لك فقط تلتزمي بانك تحولي هذيك المبلغ اللي اتفقتي معاهم شهريا، حيت عاطيهم ضمانات. وهذه راه ماشي في بال كل شيء. اذا ملي كتقلب ها البنكه ديالك شنو عطاتك، ارى البنكه الثانيه، ارى البنكه الثالثه، ارى البنكه الرابعه، ارى البنكه الخامسه، اذا هذا الشيء كيفترض بان عندك وقت ما كاينش الضغط. وهنا كنقارن مزيان وبشويه عليا اشنو هما النقط اللي خصني نرد بالي ليهم. هما شحال هي المده ديال القرض، بشحال غادي يطيح لي هذا القرض، كي غادي ندير نعرف شحال يطيح لي هذا القرض. هو غادي نقول لهم عطيوني الكشف ديال طريقات الاقتطاعات، سمحوا لي كنستعمل هذه الكلمه الطريقات وداك الشيء لان هما اللي متداوله وهي المعروفه. هاد الاقتطاعات كنجمع بحال دابا عندي 5 سنين كيعطيني 7 ديال الصفحات، كيجيني داك الكشف اللي كيتسمى بالفرنسيه لو تابلو دامورتيسمون ديال الاقتطاعات، كنقبطو وكنبدا نجمع المجموع شحال كنلقى. وغالبا تلقى تقريبا الدوبل ديال القيمه ديال، لا على حسب القيمه القرض، النسبه ديال الاستهلاك اللي كيطيح عليك ب 6 المليون كتخلص وكتشريه ب 6 المليون، كاين اللي كيطيح عليك ب 5 المليون، كيطيح عليك ب 10 المليون. كاين مؤسسات ديال القرض اللي سياره كتحسبها عليك تقريبا ب 80% زايده. كنقارن البنكه الاولى، هذا غادي يطيح عليا ب 33,000 درهم، وهذا ب 50,000 درهم، فرق باين، وهذا ب 40,000 درهم. اذا غادي ناخذ اللي رخيص واخا، وكنشوف الطريقات واش هما هادو، واش نفس المبلغ اللي اتفقت معاهم، واش اللي كاين هنا هو اللي كاين هنايا، المده واش اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنايا، النسبه المئويه ديال الفوائد واش هي اللي كاينه هنايا اللي كاينه. وهذه النسبه غادي نسوقفوا عليها استاذ. كاين ما يقال عنه نسبه ثابته او لا متغيره. شنو الفرق بيناتهم؟ هذاك انت كتختار، ملي كتقترح عليك البنكه كتقول واش تبغي ثابت. شنو هو الثابت؟ هو انه سواء تغيرت اي ظروف اقتصاديه او ماليه، ذاك النسبه اللي اتفقت معك كتبقى تطبق عليك. بنوك حره دير الثمن اللي بغات تبيع لك باش ما بغات، طبعا عندها واحد المعايير اللي كتحددها